قناة السوري الحر، وكما اعتدتموها دائما مع المقاتلين في كل مكان. نحن الآن في أحد المشافي الميدانية مع قائد لواء درع الوطن الذي نلتقي فيه مجددا، الأخ أبو ماهر، وهو يزور بعض المصابين من لواء درع الوطن في معارك الشيخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. سيادة الرائد، نجد هنا بعض المصابين وهذا القائد العسكري، ماذا تحدثنا عن إصابته؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا امبارح تمت إصابة القائد العسكري بلواء درع الوطن أخونا المجاهد أبو عبده، قذائف دبابات. طبعا كان هناك اشتباكات منذ الصباح حتى عصر البارحة. طبعا نتيجة الاشتباكات العنيفة اللي دارت بين مجاهدي لواء درع الوطن وقوات وعصابات الأسد، أصيب 8 أشخاص واستشهد بطل من أبطالنا، البطل عبد الهادي يوسف شحود، وإصابة القائد العسكري في اللواء والمجاهد أيمن. الحمد لله رب العالمين. يعني فقط يعني القائد العسكري والمجاهد أيمن إصاباتهم بليغة نوعا ما. طبعا في عندنا مجاهدين آخرين إصابات في القدمين كسورة، والباقي الإصابات يعني أخف وأقل ضرر. هي إصابات شظايا طبعا قذائف دبابات مباشرة. أنا حتى كنت معهم يعني على خط النيران. الحمد لله رب العالمين نجوت بعجوبة وبحماء الرحمن. أن القائد العسكري يعني مصاب لديكم، ما هو الوضع العسكري لديكم في جبهة الشيخ سعيد كلواء درع الوطن؟ هل قمتم بوضع أحد عوضا عنه كقائد عسكري الآن يقود العملية هناك؟ طبعا هناك مباشرة نحن مخصصين، هناك في طواقم مخصصة لإسعاف الجرحى والمصابين ولنقل الشهداء، وهم مباشرة نحن الجبهة مستمر، العمل فيها مستمر. طبعا يعني مباشرة استدركنا الوضع وعززنا الجبهة، والحمد لله رب العالمين نتيجة الاشتباكات يعني تم قنص ضابط رفيع المستوى على الجبهة من قوات النظام وقناص شيعي عراقي، وقتل وإصابة العديد من قوات النظام. ونتيجة يعني قنص هذا الضابط الرفيع المستوى الموجود عند قوات النظام يعني زاد غضب الجيش ويعني هجم هجوم عنيف، ولكن الحمد لله رب العالمين مجاهدي لواء درع الوطن تصدوا لهم بكل بسالة وشجاعة وأوقعوا فيهم خسائر فادحة بالأرواح. الآن 7 مصابين وشهيد. 8 مصابين وشهيد. نعم 8 مصابين وشهيد. ألا يؤثر ذلك في معنويات المقاتلين هناك؟ ألا يؤثر على خط الجبهة؟ على العكس، كانت معنويات الشباب ارتفعت وازدادوا تمسكا بالجبهة وإصرارا على يعني الصمود، وازداد غضبهم على عصابات الأسد. يعني الآن سؤال، كيف هي إصابته للقائد العسكري لديكم؟ هي إصابة خطيرة كما تحدثنا؟ الحمد لله رب العالمين إصابة بليغة ولكن ليست خطيرة. يعني الحمد لله رب العالمين إن شاء الله خلال فترة قصيرة إن شاء الله راح نشوفه معنا على الجبهات. سنرى أيضا المقاتل الآخر، لو نتحدث قليلا عن إصابته. طبعا المقاتل المجاهد أيمن إصابته ليست يعني خطرة ولكنها بليغة نوعا ما. يعني شظية من الظهر اخترقت إلى الصدر. الحمد لله رب العالمين. هل طمأنكم الأطباء عن أوضاع المصابين لديكم؟ الحمد لله وضعهم مستقر، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة إن شاء الله بتشوفون على الجبهات وبتشوفون معنا على الجبهات إن شاء الله. إن شاء الله. دائما درجة العادة عند مقاتلي السوري الحر، الجيش السوري الحر، بأنهم عندما يصابوا يعودوا بحماسة أكثر وبقوة أكثر إلى خط الجبهة. ألم تلاحظ ذلك؟ طبعا المجاهد أيمن يعني من أقل من شهر كان مصاب، يعني أصيب بطلقة قناص على جبهة الشيخ سعيد أثناء تحرير المعامل والقسم الكبير من الإسكان العسكري. أقل من شهر تقريبا، منذ حوالي شهر كان مصاب بقناص. خلال أسبوعين عاد إلى الجبهات وبهمة عالية، يعني وصل له أكثر من أسبوعين على الجبهات يعني متواجد. ولكن امبارح يعني نتيجة الاشتباكات العنيفة
ما خلى يعني تقريبا نوع من السلاح إلا واستخدمته عصابات الأسد، نتيجة قلت لك إنه يعني إصابة ضابط رفيع المستوى عندهم والقناص الشيعي العراقي وقتل عدد كبير منهم. فالجيش ازداد غضبه وازداد حاول انه يتقدم علينا، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى اتصدوا المجاهدين واوقعوا خسائر فادحه وكبيره بصفوفهم، يعني حتى سيارات الاسعاف هرعت الى المكان تواجدهم وكانت عم تنقل مصابين. أخ أبو ماهر، قناة السوري الحر تهنئك على اجتهاد المقاتل لديك وتتمنى الشفاء العاجل لجرحكم هنا. شكرا لكم، ونحن يعني بنعتز بقناة السوري الحر المتواجدة دائما مع المجاهدين والمقاتلين على الجبهات وفي كل مكان يتواجد فيه المجاهدين. كنا معكم من أحد المشافي الميدانية نعاين بعض المصابين في لواء درع الوطن لقناة السوري الحر. محمد ياسين، حلب.